شرفوا جماعة السويد، تفضلوا جماعة السويد لعنا. هذا الفيديو اليوم لجماعة السويد، كل شي عايش بالسويد شيروا لهم هالفيديو هدول، وكل شي بده يجي يأسس حياته بالسويد، وكل واحد بده يفوت على السويد يصير رجال ويصير بني آدم مفكر حاله بده يصير رجال وبني آدم، شيروا له هذا الفيديو، وشيروا الفيديو قد ما فيكن لأنه موضوع أخطر من الخطورة. اسمعوني يا حبايب القلب، المختصر المفيد مشان ما نطول. جايز ما بدنا نطول بليز. طلع شاب سوري من محافظة ما بدنا نقول اسم المحافظة، هلا بيقولوا لك من القامشلي، من الدير، من حلب، من حمص، حلبي، حمصي، ديري، لأنه نحن بس شاطرين نشرمت بالعنصرية على بعضنا. فما بدي أقول هذا الشخص من أنو مدينة من سوريا. طلع من مدينة ما من سوريا، دارس، معلم مدرسة، مخلص تعليم، يعني مخلص مرحلة الدراسة، مؤهل ليصير استاذ مدرسة. انتبهوها، استاذ مدرسة يا حبايب القلب والروح. طلع على ألمانيا اللعينة. بالمقابلة المترجم قال له روح على السويد، مالك مصلحة بألمانيا، روح على السويد لا تقدم بألمانيا. سمع كلام المترجم وراح على السويد، قدم لجوء، حصل على الإقامة خلال 6 شهور أو 8 شهور. فهذا الشخص أمني أنا ما أقول شو اسمه، أنا ما رح أقول اسمه لأنه ما بدنا نأذيه، واللي بيعرف قصته بالسويد يضل متحفز على اسمه لأنه الزلمة مسكين. هذا الإنسان فات على هالسويد، أخذ الإقامة، حولوه على كورس اللغة مشان يروح يتعلم سويدي. هذا هو بيحب العلم، يعني هو استاذ مدرسة، فراح ليتعلم. قعد بالكورس اللغة، قعد بالمقاعد الأمامية. فاجت لعنده وحدة بنت عربية، ما بدنا نقول شو جنسيتها، ولكن هي البنت اللي اجت مو سورية، جنسية تانية، لأنه هلا إذا حكينا الجنسية كمان بيطلع علينا مليون كلاش ديري بالعنصرية وبالأكل الهوى هذا وبالحكي الفاضي كله. قالت له بدي أقعد أنا قدام، لأنه أنت شاب لازم تقعد ورا. قال لا أنا بدي أقعد قدام، وأنا قعدت قدام قبلك. من كلمة لكلمة 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 قام سبته البنت، سبته. هو ما سكت، لا سبها. انا كمان نفس الشيء، اذا بنت بتسبني بدي سبها واخر عليها والها عن ابو شرفها عرصه، لانه لو هي مربايه بنت ما بتسب رجال غريب. البنت المربايه ما بتسب رجال غريب، بتسكت وخلص. ما اجت قعدت بالكرسي الاولاني. يعني هلا ما عاد تتعلمي غير اذا قعدتي على الكرسي الاولاني؟ ما انت باوروبا اخرتك شلكه، يعني انت هلا صرتي بدك تقعدي بالكرسي الاولاني يا بنت الكلب. قام سبا. هي الانس اجت حكت للانسه، الانسه عملت له طرد اسبوع. هي طردته اسبوع، قالت له ممنوع تجي لهون اسبوع. راح الزلمه بعد اسبوع رجع على الكورس. قالت له اوكي بنرجعك على الكورس اذا اعتذرت للبنت. هذا اول درس بده ياخده الرجال، يكون كلب، يكون قدام النساء هنيك. هذا اول درس قبل ما يتعلم اللغه بدها تعلمه الذل. قالت له بدك تعتذر منها بعدين بتفوت على الدرس. قال لا انا ما بعتذر منها، انا ما غلط معها. لا غلط معها، ما غلط معها، انت بدك تعتذر. ما قال لا انا ما بعتذر. قالت له انت هلا مطرود شهر ممنوع تفوت على الكورس. هذا انحرق قلبه، رايح ليتعلم ويكمل تعليمه ويكمل دراسته ويصير استاذ مدرسه ويصير شغله بالسويد، يصير شغله بالسويد. لما عملت هيك البنت معه وعملت هيك الانسه سكر مخه. استنى البنت برات المدرسه، لما طلعت عمل لها كفين على خلقتها لعن ابو اللي خلفها عرصه، لانه بتستاهل مو بس كفين، بتستاهل صرمايه على حنكها. بتجي بعدين البوليس بياخذوا هالزلمه هذا بيحبسوه شهرين. طلع من السجن شهرين، بعد شهرين بده يكمل كورس اللغه. قالوا له ممنوع، انت محروم من كورس اللغه للسنه الجاي. راح هذا الزلمه شو بده يساوي؟
ما فينه يشتغل، ما فينه يعمل شيء اذا ما معه لغه بالسويد. اللي ساكنين بالسويد بيعرفوا هذا الكلام. راح هذا الزلمه قال لحاله يا ابن الحلال خلينا نتجوز لنا شي وحده سويديه ونقعد وننضب وننقبر ننستر منه، بنظبط حالنا وبنظبط ورائنا وبنظبط حياتنا وخلص الله بيعيننا بعدين شو بدنا نساوي. والله عمل علاقه مع وحده سويديه وتجوزها. يعني تجوزها، ما بعرف اذا تجوزها ولا لا الصراحه، مشان انا ما اكون كذاب. بجوز يعني عمل علاقه غير شرعيه او شرعيه، او الا زوجيني زوجتك، المهم ما بعرف. عاش معها. عنده جار تركي، هذا الجار التركي عم يضل يضايقه، عم يضل يضايقه، بيضل بيشرب وبيسكر وبيحشش وبيخري وما عم يتركه بحاله. هو عم يتجنبه وعم يتجنبه وعم يتجنبه. مره كان هو وزوجته، هو وصديقته بالمول، قام شربان حشيش ومخدرات ليقول حاجه. هداك التركي اجى صار يسبه بنص المول ويعربد عليه. نحن السوريين صعب حدا يعربد علينا، صعب يعربد علينا حدا، صعب كتير. المهم حاول يعربد عليه، حطه كسره تكسير كمشه، كسره لعن ابو اللي خلف سلسبيل ابوه. اجت الشرطه هون جابوه. طبعا هون كان مسجون مرتين هذا الزلمه، مره يعني مطرود ومره مسجون، وله صار اسم عند الحكومه انه هذا الانسان خطير لانه ما اعتذر للبنت. هذا خطير، هذا كلب عرس، هذا اوعكم، هذا ديروا بالكم منه، هذا ما رضي يعتذر للبنت. والله واذ اجت الشرطه اخذوه قالوا له انت الان محكوم عليك انك انت مريض نفسي. مريض نفسي شو يعني؟ يعني بدك تتحول على مشفى الامراض العقليه. زلمه طالع من سوريا، استاذ مدرسه، دارس مخلص جامعه، وطلع ليكمل حياته بالسويد لانه ما اعتذر من مرة وما نزل وما صار كلب وحقير وابن منطى، صار لازم يتحول على مشفى الامراض العقليه. شنقلوه كلبشوه حولوه لهنيك. قال لي طبعا عم يحكي لي القصه هو، يعني الصراحه والله انا صدقته لانه انا بعرف الكذاب من الصادق باعتبار تجاربنا مع المحتالين كل هالحياه وهالعمر اللي مضى، بتعرف الانسان الصادق من الكذاب. هذا الزلمه صادق. قال لي كل ما بدي اجي احكي كلمتين بيضربوني ابره، بضل نايم يومين بالمشفى، يومين بضل نايم مدروخ ما عم يحسن يرفع راسه. قال لي بيجي بدي احكي بيربطوني بالتخت، اجي بدي اساوي قال لي ما عاد احسن، خلص ما عاد احسن قاوم، يعني انا اندبحت دبح. في شاف واحد درعاوي، شوفوا السوريين ما إلهن غير بعض، السوريين ما إلهن غير بعض، السوريين كلهم نخوة وشرف وشهامة، بس ما بعرف بعض منهم في ألمانيا وأوروبا راحت النخوة منهم وراحت الكرامة وراحت الأخلاق، مثل أبو نضال اللي إجا عم يحكي علي وعم يحكي وعم ينقض الكلام اللي نحن حكيناه، وبفضل رب العالمين عندي آلاف التعليقات اللي هي مؤيدة لكلامي. بيجي واحد مثل أبو نضال صرصور عم يطلع نسوان بناته ونسوان أولاد ولاده الله يستر عليهم، عم يطلعون على التيك توك لحتى يجيب مشاهدات. بيجي يعني في فرق بين هذا الدرعاوي وبين هذا الزلمه الثاني. يعني شوفوا السوريين معروفين بالنخوه ومعروفين بالكرامه والشرف والاخلاق. هذا الدرعاوي قال له بدك تطلع؟ قال له دخيل عرضك بدي اطلع. قال له بتعترف هلا للمشفى؟ بتقول لهم انا مريض وانا قبلان بالعلاج اللي تعالجوني اياه، وانا بروح وبجي على المستشفى بالاوقات اللي انتم بدكم اياها فيها. قال له خلاص. قال له انا بفهمك بعدين شو تساوي. اجا هالزلمه هاد يا حبايب القلب، راح قال لهم للمشفى انا مريض وانا بعترف يا اخي، خلاص تسلمت، يلي بدكم اياه انا جاهز للي بدكم اياه، بجي على المواعيد وبروح وشو ما بدكم عالجوني يا اخي عالجوني، انا زلمه مجنون وعالجوني. مجنون دارس جامعات بسوريا، وصل للجامعه، والجامعه السوريه من يلي بيدرسوا بيتخرج من الجامعات السوريه، هن الجامعات السوريه من افضل جامعات العالم، لانه الدراسه عندنا بسوريا صعبه كثير والسوريين بيعرفوا هذا الكلام. طلع من المشفى بعد ما سمحوا له واعترف انه هو مجنون. طلع من المشفى، اخذوا هذا رفيقه الدرعاوي، قال له انا بخدمك خدمه، باخذك بسيارتي بحطك على حدود السويد وانت بتكمل طريقك. قال له دخيل عرضك طالعني.
أخذوا بهالسيارة وصلوا على الحدود، وراح الزلمة إلى بلد ما بهالبلاد الأوروبية، ما بعرف أنا وين، لا حدا يسألني، ما بعرف وينه نهائيا. المهم الزلمة هلأ عايش بدولة من الدول الأوروبية بدون وراء، بدون جواز سفر، بدون وراء، مطلوب للدولة السويدية، مطلوب، مجرم مطلوب، يعني مجرم خطير جدا، مطلوب للدولة السويدية. شو عامل هذا الزلمة؟ هلا بالنهاية، هلا بالكم بالنهاية، هذا بختام الفيديو، هلا هو عايش على المساعدات، قاعد ما بيحسن يطلع، ما بيحسن يشتغل، ما بيحسن يعمل شيء. يلي بيتحنن عليه بيعطيه شاب مثل الوردة، يلي بيعطيه شوية أكل. في جمعيات اللي عم يعطوني أكل لمدة شهر عم يكفيني. أنا بدخن، قال لي حي الله شغلة بتصح لي بس حق دخاني، طلع حق دخاني عم بشتغلها، وما بحسن أنا كتر وبين كتير، لأنه إذا بيمسكوني عم بشتغل بالأسود بيضربوا بصمتي، بيعرفوا مين أنا وشو وضعي. قال لي أنا لحجن، صار لي سنين عايش بهالغربة، ما عم بحسن أتنفس، ما عم بحسن اعمل شيء. ادعوا له يا اخواتي، ادعوا له الله ييسر اموره، وان شاء الله بتزبط اموره واموركم وامورنا، ويستر على بناتكم وعلى بناتنا وعلى اولادنا، وييسر امورنا، ويبعث ايام حلوه لاولادنا اللي نحن ما شفناها بشبابنا. المهم هذا الزلمه عايش وميت، يعني هذا حياته لا تسوى شيء. طبعا بسوريا عنده احتياط، ما بيحسن يرجع. قال لي انا ما فيني، انا نصحته يرجع، قلت له روح على سوريا، رجع خلص زب. قال لي انا عندي احتياط وعندي فرار وعندي مشاكل مع جماعه سوريا وكذا، ما فيني، هلا هيك بدي ضل. قلت له طيب شو عملت انت، ما لقيت شيء تساوي؟ قال لي اتصلت فيهم على السويد، قلت لهم انا بجي بسلم حالي منشان بدي اعيش، بدي يصير بني ادم، بدي اعيش. قالوا له ايه تعال، إذا أنت جيت أو نحن كمشناك ما رح يتغير عقابك. قال لهم شو عقابي؟ قالوا له بدك تضل مقيم بالمشفى أقل مدة 10 سنوات. 10 سنوات. قال لي 10 سنوات، قال لي لو قالوا لي سنة سنتين والله لا أرجع، انحبسهم بالمستشفى وصير منيح واتعالج من الجنان اللي أنا فيه. بالنهاية يا أخواني، يا حبايبي، يا أخواتي، يا حبايبي، يا حبيباتي، كل شيء هذا صار معه لأنه ما اعتذر من بنت زلته لأنه بدها تقعد مكانه على الكرسي. شيروا الفيديو للعالم اللي مفكرة أوروبا جنة، وللعالم اللي مفكرة تطلع على أوروبا تأسس حياتها، وللعالم اللي مفكرة أوروبا أحسن من بلادها. والله بلادنا، والله الدول العربية، والله الصومال، والله السودان يا جماعة أحسن من كل هالبلاد هي. فكروا منيح وانصحوا بعض، والكلام المفيد شيروه.